يقول الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. الدعاء قال فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه مخ العبادة، والدعاء هو العبادة. والدعاء قد يكون بما جاءنا من أدعية في كتاب الله أو أدعية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أفضل الأدعية. ثم بعد ذلك العبد له أن يناجي ربه سبحانه وتعالى بكل ما في خاطره، كما علم رسول الله الصحابة أن يدعو الله بكل شؤونهم حتى ملح طعامهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في أحوال مختلفة، تجد كل دعوات رسول الله مدرسة في الأدب والتدلل. فأصل الدعاء هو التدلل في الطلب من الله سبحانه وتعالى في علاه. هذا الدعاء له آداب، منها الاستعداد بطيب المطعم والمشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يدعو وملبسه حرام ومأكله حرام، فأنى يستجاب له. الأدب الثاني أن ندعو الله سبحانه وتعالى بصوت خافت بين الجهر والمخافة. ومن الآداب أن نناجي الله سبحانه وتعالى بلغتنا بما في خواطرنا، لا نتكلف السجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أناس يعتدون في الدعاء، يجعلون الدعاء فيه تكلف وفيه سجع وفيه ما لا ينبغي، لأننا نعامل من ينظر إلى قلوبنا سبحانه وتعالى في علاه. ومن الآداب استقبال القبلة إن تمكن الإنسان، كذلك أن نرفع أيدينا كما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يده، فربما رفع يده حتى يظهر بياض إبطه، يعني يرفع يده رفع شديد. يسن أن يبتدئ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أدعى للإجابة، وكذلك يختتم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما وجد صحابيا يدعو الله سبحانه وتعالى في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقالوا: وما ختم يا رسول الله؟ قال: إذا ختم بالحمد لله. وكذلك تحري ساعات الإجابة والأماكن المباركة. أما الآداب الباطنة فمنها ومن أهمها الثقة بقبول الله سبحانه وتعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. من الآداب المهمة أن ندعو الله سبحانه وتعالى ولا نستبطئ الإجابة، نعرف أن الله سبحانه وتعالى إن أخر إجابة دعائنا فإن ذلك لحكمة اقتضتها إرادته، وأن إرادته أعظم من إرادتنا، فنحن نسعد بالدعاء. من اللطائف الجميلة جدا في الدعاء أن نعرف أن الدعاء بحد ذاته نعمة. يمكن الواحد منا يطلب زواجا أو يطلب سيارة أو يطلب منزلا، كوني أنني وقفت بين يدي الله وطلبته، هذا الطلب هو روح العبادة، هو مخ العبادة، فهو لا شك أعظم من الطلبات التي طلبتها، لأنه من سر العبادة. من آداب الدعاء العظيمة التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ندعو لإخواننا. الدعاء للأخ بظهر الغيب، أيما عبد مسلم دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك مثله. من آداب رسول الله في الدعاء أنه علمنا أن نطلب الدعاء من عباد الله الصالحين. هو سيدنا رسول الله طلب الدعاء من سيدنا عمر، فقال: يا عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال سيدنا عمر: فما أحب أن يكون لي بها كذا وكذا من الدنيا. نهانا صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أنفسنا أو أولادنا أو أموالنا، فلا نوافق ساعة إجابة من الله فنهلك أنفسنا أو نهلك أولادنا. فكم من أم أو والد في ساعة غضب دعوا على أولادهم فأهلكوا أولادهم. لهذا ينبغي أن نجعل الدعاء بالخير، لا نجعل الدعاء بالشر. هذا منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقفة مع أحد دعوات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنتعلم منها دروسا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد للطائف يدعوهم إلى الإسلام رموه بالأحجار وسال منه الدم وخرج مكسور الخاطر مجروح، ورفع يده إلى الله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان دعاؤه بالخير، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد دعا كل نبي على أمته، وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذه الدعوة الكبيرة التي نرجوها، فمن كان متابعا للحبيب مهتديا بهديه قريبا من سنته فهو سينال نصيبا وافرا إن شاء الله من دعوة الشفاعة يوم القيامة، إذا كان مقترنا بالاتباع والمحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.